السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر صادم عن الفنانة دلال عبد العزيز وطرد يسرى وانهيار دنيا وإيمي سمير غانم. لو انت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. يسرى طبعا قدمت اعتذار لكن الجمهور هاجمها جدا وساعتها نزلت بوست لسمير غانم على صفحتها الشخصية، ولكن اتهاجمت بطريقة غير طبيعية لدرجة إن هي راحت قفلت كل التعليقات على البوست ده. يسرا قامت باعتذار وكمان حبت تعمل واجب العزاء مرة تانية ولكنها اتطردت من العزاء وقالوا لها ملكيش مكان وسطينا. حسن الرداد ورامي رضوان وخاصة شقيق سمير غانم وقال لها كنتي في جنازة سمير الصبح وبالليل كنتي بترقصي في فرح ملكيش مكان وسطينا. ومشيت وهي منهارة جدا، انهارت طبعا يسرا وقالت محدش ليه دعوة، سواء كنت في العزاء أو في الفرح، ده واجب وده واجب، إنما أنا ما أخطأتش. أما عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز وانهيار عفاف شعيب وعبلة كامل وكمان محمد صبحي على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وإن هي حالتها زي ما قلت لكم إن هي حالتها غير مستقرة، لأنها حالتها طبعا بالنسبة لكورونا فهي سلبية، ولكن تأثرا بكورونا جالها فشل رئوي حاد، وهي في الرعاية المركزة حاليا. ولحد الآن تسرب خبر وفاة الفنان سميرة غانم للفنانة دلال عبد العزيز ودخلت في انتكاسة شديدة جدا. وكمان بعد الخبر ده للأسف معظم الفنانين عرفوا وانهار محمد صبحي وعبلة كامل على حالة فنانة دلال عبد العزيز. ربنا يا رب يقومها لبناتها بالسلامة وتخف وتبقى كويسة، ورحم الله الفنان القدير سمير غانم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.